صوت الصحافة، نبض الخبر. ملعب الحسن الثاني ببن سليمان، لغة الأرقام وتحديات المونديال. صوت الصحافة، نبحث في الخبر لنكشف ما وراءه. من جماعة المنصورية بإقليم بن سليمان بدأت ملامح أكبر صرح رياضي في تاريخ القارة السمراء تتشكل. ليس مجرد ملعب لكرة القدم، بل هو رهان دولة وواجهة طموح قاري. ملعب الحسن الثاني الكبير، بين ضخامة التصميم ودقة الميزانية، نضعكم اليوم أمام لغة الأرقام الرسمية والحقائق الموثقة. هل نحن أمام أضخم استثمار رياضي في تاريخ المغرب؟ وما هي القيمة المضافة لهذا الحلم المونديالي؟ في 20 من أكتوبر عام 2023 وبمقر رئاسة الحكومة بالرباط، تم التوقيع على اتفاقية تاريخية وضعت حجر الأساس المالي لهذا المشروع. الميزانية المرصودة وبحسب البلاغات الرسمية بلغت 5 مليارات درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 500 مليون دولار أمريكي. هذا الغلاف المالي الضخم الذي تشرف عليه شركة سونارجيس ووزارة الميزانية مخصص لتشييد معلمة تتسع ل115 ألف متفرج، ما سيجعله رسميا أكبر ملعب في العالم من حيث السعة، متجاوزا بذلك أعتى الملاعب الأوروبية والآسيوية. ولضمان الجودة العالمية، رسى طلب العروض الهندسي على تحالف يجمع بين الخبرة الدولية والكفاءة الوطنية، حيث تقوده شركة بوبيلوس البريطانية، وهي الاسم العالمي الذي أشرف سابقا على تصميم ملعب لوسيل الشهير في قطر. وتأتي هذه الخبرة الدولية اليوم لتلتقي مع الإبداع المغربي المتمثل في مكتب أولالو ويتشوي لتنفيذ مشروع ملعب بن سليمان. هذا التعاون يهدف إلى تجسيد تصميم الخيمة المغربية بأحدث التقنيات اللوجستية، مع الحرص على استثمار الميزانية المرصودة بذكاء يحقق التوازن بين ضخامة المعلمة وحكامة التدبير المالي. إن ملعب الحسن الثاني ببن سليمان ليس مجرد بنية تحتية، بل هو قلب الملف المغربي لاستضافة نهائي مونديال 2030. وبينما تستمر الأشغال في الموقع، يبقى الرهان قائما على أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدولة الزمنية والدقة المتناهية في التنفيذ. كان معكم صوت الصحافة، نقلنا لكم الخبر من مصادره وتركنا لكم حق التحليل. وفي الختام، كيف ترون انعكاس هذا المشروع الضخم على مستقبل النهضة التنموية في المملكة؟ وهل يمثل هذا الصرح بداية لعهد جديد من الاستثمارات التي ستعزز مكانة المغرب كوجهة رياضية واقتصادية عالمية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك لتبقى عينكم على الحقيقة. إلى اللقاء في تحقيق جديد. صوت الصحافة، نبض الخبر.